السلام عليكم يا احلى متابعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم طيبه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بكاع الناس جداد اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي. من العنوان ديال الفيديو ديال اليوم غادي تعرفوا انني غادي نتفرج الماتش ديال المغرب واسبانيا، ماتش اللي كلشي كان كيستناه. هنا في هذا النهار هذا عرضت علينا مرت لوسي باش غادي نتفرجوا عندها، عارضه على العائله كامله، غادي نتفرجوا مجموعين. بطبيعه الحال اكيد غادي نشجعوا المنتخب المغربي، واخا عايشين في اسبانيا ضروري ما نشجعوا بلادنا والمنتخب ديالنا. كاين الحماس وكاين واحد الاحساس سبحان الله في شي شكل. هنا البنات كانوا متحمسين بزاف وفرحانين ان المنتخب المغربي غادي يلعب مع اسبانيا، واكيد غادي يشجعوا المغرب. حاولت هكا انني نرسم لهم الاعلام المغربي في الوجه ديالهم. قبل من كل شيء غادي نقول مبروك والف مبروك للمنتخب المغربي والشعب المغربي الفوز، والجميع العرب والمسلمين لانهم فرحونا بزاف، وشكرا ليهم على الفرحه ديالهم. فرحتهم وفرحتنا واحد بطبيعه الحال. الكره وحدت ما بيناتنا مهما كان الاختلاف، الا ان في الكره سبحان الله بان الحب ديال اخواننا العرب لينا. شكرا بزاف، فرحتنا هي فرحتهم بطبيعه الحال. غادي نشارك معكم، خرجنا حيحنا نشطنا دازت عشيه زوينه بزاف، وغادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي وجدتها وديتها معايا عند مرت لوسي. هنا غادي نعطيكم المقادير. درت 2 ديال الحبات ديال البيض في خلاط كهربائي، وزدت عليهم كاس ديال الزيت، قللته كاس ديال الزيت ما عامرش. هنا انا خديت المقاسات بهاد الاكواب المعياريه. هذا الكاس الكبير فيه 250 مللي. كما قلت لكم انا درت الكاس ما عامرش، ناقص واحد شويه ديال الزيت. زدت هكا واحد الساشي ديال السكر فاني، تقدروا تستعملوا الفاني السائله اللي متوفر عندكم، ماشي ضروري ديروا زعما السكر فاني، تنسموا باش بغيتوا، ولكن هاد الكيكه هادي كتجيب النسمه ديال الفاني زوينه. غادي نزيد عليها كاس ديال السكر سنيده حتى هو ما عامرش، ناقص واحد شويه، كاس قللتولو. تقدروا تاخذوا هاد المقاسات بالكاس ديال المناضه اللي كنشربوا فيه المناضه، داك الكاس الكبير. تقدروا تاخذوا به العبارات. هنا من بعد ما درت هاد المكونات في الخلاط الكهربائي غادي نزيد عليهم خيزو خضر ما مسلوق ما والو، غير مقشر وصافي. غادي نقطعوا طريفات وغادي نزيدوا على هاد المكونات ونطحن كل شيء في الخلاط الكهربائي. ثقوا بيا هاد الكيكه كتجي واعره بزاف وكتجي هشيشه وخفيفه، ولا دقتوها ما غاديش تعرفوا نهائيا انه فيها خيزو، ما كيجيش فيها المذاق ديال خيزو نهائيا باين. غير جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق. هنا من بعد ما طحنت المكونات كاملين زدت واحد ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، تقريبا 2 ديال الساشيات ديال خميره الحلويات ديال المغرب، اولا 15 غرام ديال بيكين باودر. وزدت هنايا كاس ديال الدقيق عامر، وغادي نزيد ثلث ديال الكاس، يعني الكاس ثلث ديالو ديال الدقيق. غادي نخلط المكونات كامله في الخلاط الكهربائي مره اخرى حتى تندمج هاد المكونات مع بعضياتها، وغادي نتلاقى معكم. من بعد ما طحنت المكونات مزيان في الخلاط الكهربائي، هانتوما تشوفوا القوام ديال العجين كيجي بحال هكا، كيجي شي شويه ثقيل. هنا غادي نضيف واحد المكون اللي كيعطي لهاد الكيكه واحد التعليكه خطيره، هو هاد القشور ديال البرتقال. الا عقلتوا عليه كنت وريته لكم، كاين في ليدل، الثمن ديالو يمكن شي 99 سنت. غادي ندير هكا واحد الحفينه صغيره كتعطي تعليكه واعره لهاد الكيكه هادي، وفي نفس الوقت كتجي واحد النكهه زوينه. المهم الكيكه كيجي فيها واحد المذاق خطير. هنا غادي ناخذ هاد السبراي هذا ديال اللي كندهنوا به لي مول، كيكون فيه الزبده. غادي ندهن به المول ديالي وغادي نرش الدقيق. تقدروا تدهنوا بالزبده ولا بالزيت اللي متوفر عندكم. المهم انا كان عندي هاد السبراي هذا جاني سهل، هو اللي استعملت. من بعد ما دهنت المول ولبسته بالدقيق غادي نخوي فيه الخليط ديال الكيكه ديالي، وغادي ندخلها الفران طيب على درجه حراره 180 بطبيعه الحال، كما كنطيبوا دائما الكيك، اولا 150 على حسب الفران ديالكم، حتى طيب الكيكه ديالي وتحمر. وغادي نخرجها. الا كان عندكم الفران ديال الغاز غادي تحطوها الفوق وتنقصوا لها الفران وتخليوها طيب حتى تشموا الريحه ديال الكيك عاد باش تفتحوا عليها. هنايا درت الكيكه طيب ودزت باش غادي نوجد الكاناج اولا الطبقه اللي غادي نديرها من الفوق. هنا استعملت تقريبا 180 غرام ديال الشوكولات الاسود بحال هكا. المهم انا راه خلطت ما بين الشوكولات الاسود والشوكولات بالحليب، وغادي نزيد واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده،
وغادي نزيد شي شويه ديال الحليب. تقدروا ديروا معلقه كبيره ديال الزبده وواحد الكاس ديال دانيت شوكولا الا كان عندكم متوفر اللي بغيتو. المهم انايا هذه هي زعما هادو هما المكونات اللي استعملت، درتهم في الميكرووند يذوبوا ولا تذوب الشكلاط، وخلطت المكونات كامله مع بعضياتها حتى اندمجوا وصافي. هكا كتجي الكريمه اللي غادي ندير بها الكيكه. وهذه بعد ما طابت وخرجتها من الفران جات ما شاء الله الريحه ديالها غزاله يا البنات، وحتى المذاق ديالها واعر. جربوها كما سبق لي قلت لكم وردوا عليا الخبر في التعاليق، انا اكيده انها غادي تعجبكم. كيكه مبدله على كاع الكيكات اللي كنديروا زعما هكا دائما، ومبدله على الكيكه ديال خيزو اللي سبق لي وشاركتها معاكم. هنا بعد ما بردت لي الكيكه انايا قلبتها وحيدتها زعما من القاعده ديال المولعد، وليت رديتها باش غادي نخوي عليها الشكلاط. داكشي علاش غادي تشوفوا هذوك الدوائر هكا من فوق، حيت كنت قلبتها على الشباك اولا واحد الشبكه هكا عندي وخلات هكا في هذوك لي طراس هذوك من الفوق. بالنسبه للكيكه انايا درتها في مول شي شويه اللي كبير، تقريبا فيه 25 سنتيم على 25 اولا هكا 28 على 28. المهم المول عندي مربع شويه كبير. الا بغيتوها تجيكم طالعه بزاف تقدروا ديروها في مول اللي صغير عليه، يعني تقريبا هكا يكون فيه واحد 20 او 22 سنتيم على 22 على حسب اللي بغيتو نتوما. المهم انايا استعملت هذا المول هذا باش تجي الكيكه هكا شويه كبيره وطلق للتقطاع، بما ان العائله كامله مجموعه ويجيو هكا الطريفات ديال الكيك زعما مناسبين. هنايا خويت على الكيكه ديالي الكريمه اولا الشكلاط اللي وجدت معاكم، دهنتو هكا من الفوق وخليته ينزل على الجناب وزوقت. تزيين كيبقى اختياري، زوقت بهذوك الطريفات ديال البرتقال اللي كنت وريت لكم اولا ديال التشين معسلين اللي كنت وريتكم، بما انني درتهم لداخل زوقت بهم حتى من الفوق كيعطيو مذاق اللي زوين. تقدروا ديروا غير الفيرميسيل تزوقوا به، وتقدروا تستغناو على داك التشين اللي درت انا لداخل، ماشي ضروري تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش، الا ما متوفرش عندكم تقدروا تستغناو عليه. هذيك غير اضافه درتها انا وكتعطي تعليكه زوينه الكيكه. هادشي اللي كاين صافي. كانت هذه هي الكيكه شاركتها معكم، كتجي زوينه. غادي نعاود نقولها لكم مره اخرى، كنتمنى انكم تجربوها وانا رفعت لكم راسكم هذا النهار هذه الكيكه. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. وهنا للياتين بعد ما وجدت كيكتي هزيتها ومشيت كنجري، مشيت طايره في الطريق. كنت معطله بواحد 2 ديال الدقائق، لقيت الماتش بدا عليا فاتني شويه. هنا دخلت عند مرت لوسي لقيناها خالقه لنا الجو ما شاء الله عليها، دايره لنا الرايه ديال المغرب الرايه ديال الامازيغ، وحطوا لنا بركوكش. صراحه بركوكش جا زوين بزاف. ما تخافوش علينا، راه واخا الماتش بادي ونتفرجوا والحماس وداك الشيء، ولكن في نفس الوقت ما منعينش. درنا 3 ديال الاشواط حتى حنايا بركوكش كلينا وعاودنا كلينا وزدنا كلينا. المهم راه ما قصرناش، عطيناه الدق. دابا يسالي ومن بعد بركوكش حطوا لنا اتاي. الماتش مازال بادي، الماتش كان مطول هذا النهار هذا، ما حدو هو مطول وحنا كناكلو مع ستريس. اش غادي نقول لكم، والله القسم الا بنادم ما كيبقاش يحس، كيبقى غير يحشف في المو صافي الله يحفظه صافي. المهم هذه هي الطبيله ديال البوتي اللي درنا من بعد بركوكش وصافي. هكا دازت العشيه ديالنا، صراحه كان فيها الحماس الضحك النشاط، والله القسم الا دازت عشيه زوينه بزاف واعره، وخصوصا انها كملت بالفوز ديال المنتخب المغربي. فرحنا بزاف وطرنا بالفرحه، فكان واحد الاحساس بشي شكل. هذه الكيكه ديالي من بعد ما قطعناها لداخل هكا كتجي دايره، اللون ديالها كيجي صفيفر، كيجي فيها واحد اللون فن، ولا الريحه ديالها ولا المذاق ديالها راه واعر. وهذه الطابله ديالنا كما كتشوفوا اثار الجريمه واضحه. الضحيه ديالنا هذا النهار هي هاد الطبيله مسكينه، خرجنا فيها كاع الجنون والستريس ديالنا. وهكا سالت العشيه ديالنا. هنايا ملي كنا راجعين للدار لقينا كل شيء فرحان على برا، المغاربه محيحين نشاط، حتى حنا بطبيعه الحال راه زدنا معاهم وحيحنا ونشطنا. صراحه كانت اجواء رائعه، واخا الغربه ما حسيناش نهائيا بداك الفرق، وما حسيناش اننا هكا مغربين، لان كل شيء كان فرحان وكل شيء كان خارج وكان نشاط. سبنيو بقاو غير كيتفرجوا فينا، ما عرفوا يفرحوا معنا وينشطوا، ما عرفوا يبكيو، المهم ما فهموا والو، ما عرفوا مساكن راسهم من رجليهم. كنتمنى ان شاء الله يا ربي المقابله الجايه ما بين المغرب والبرتغال
فينال تكون مربوحه حتى هي، ونمشيو للنصف النهائي وحتى للنهائي، ويكون الكاس مغربي وتكون الفرحه كبيره ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف. ما تنساوش تخليو لي في التعاليق ديالكم فين تفرجتوا، مع من تفرجتوا، واش تفرجتوا في القهوه اولا في الدار، كيفاش كان الاحساس ديالكم من بعد الفوز ديال المنتخب المغربي. هنا شاركت معكم بعض اللقطات اللي صغيره من وجده الحبيبه، وغادي نختم معكم الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال اعجابكم.